يا ترى التفاعل الكيميائي سريع ولا بطيء؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الاعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس الثاني بعنوان سرعه التفاعلات الكيميائيه، وهنعرف امتى التفاعل الكيميائي بيكون سريع وامتى بيكون بطيء. اول حاجه هيبتدي يوريني مثال ويديني شكل مخطط بياني. المثال بتاعي بيقول لي لو انا معايا ماده وعايز ادخلها تفاعل كيميائي واشوف النتائج اللي هتطلع من التفاعل الكيميائي ده، يا ترى النتائج هتطلع بسرعه ولا هتطلع ببطء؟ وايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها تخلي النتيجه تطلع معايا سريعه، وايه الحاجه اللي ممكن اعملها تخلي النتيجه تطلع معايا بطيئه؟ فبيقول لي ان انا عندي التفاعلات الكيميائيه ليها انواع، في تفاعلات سريعه جدا جدا وتفاعلات بطيئه وتفاعلات بطيئه جدا جدا. التفاعلات السريعه اللي بتحصل زي تفاعلات الالعاب الناريه، انا بجيب الالعاب الناريه ومجرد بس ما اديها حراره او نار بلاقيها ولعت وادتني اشكال وادتني انوار بسرعه جدا في وقت قصير قوي. عندي كمان تفاعلات بطيئة نسبيا، يعني بطيئة بس مش قوي، زي التفاعلات اللي بتحصل لما بكون الصابون، بحط الزيت على الصودا الكاوية وبقعد اقلب فيهم شوية واحطهم كده على نار او درجة حرارة واقعد اقلب فيهم مثلا لمدة نص ساعة، ممكن مش اكتر من ساعة. فده تفاعل بيبقى بطيء نسبيا، يعني مش سريع قوي ومش بطيء قوي. عندي كمان تفاعلات تانية بتكون بطيئة بتاخد مثلا عدة شهور كذا شهر، زي تفاعل صدأ الحديد. عشان اسيب مسمار حديد او صلب في الهواء بيفضل متعرض للهواء لمده كذا شهر علشان يحصل له صدأ، ده تفاعل صدأ الحديد. عندي تفاعلات بقى بطيئه جدا 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 وبتاخد سنوات على ما تتم، زي تفاعلات تكوين النفط في بطن الارض. انا عندي الكائنات الحيه اللي ماتت منذ ملايين السنين اتحللت في بطن الارض وكونت لي النفط والفحم والبترول. المواد دي او التفاعل ده عشان خاطر يتم خد ملايين السنين عشان خاطر يحصل، فده تفاعل بطيء جدا جدا. ايه العناصر اللي ممكن تأثر على التفاعل الكيميائي وتخليه سريع جدا او تخليه بطيء جدا؟ بيقول لي هناخد مثال على الكلام ده ويعرفني مفهوم سرعة التفاعل الكيميائي ويديني مثال عليه. بيقول لي لو انا عندي مادة متفاعلة وجيت دخلتها جوه التفاعل الكيميائي هتبتدي تديني نواتج او مواد ناتجه. لو قال لي ان انا عندي دورق شبه الدورق الاول ده، الدورق ده جواه مواد داخله التفاعل، يعني انا هضيف مواد على بعضها واستنى ان يحصل لها تفاعل كيميائي. المواد دي مع مرور الزمن بعد ما يعدي عليها وقت هتبتدي تديني نواتج. طبعا النواتج غير المتفاعلات، مواد مختلفه ومواد جديده، لان انا عارف ودرست التفاعل الكيميائي ودرست ان التغير الكيميائي هو تغير في التركيب الكيميائي للمادة ينتج عنه مواد جديدة مختلفة في تركيبها عن المادة الأصلية. فأنا لما بدأت بالمتفاعلات، وبعد كده بعد ما الوقت عدى معايا ظهر عندي النواتج. لما بدأت بالمتفاعلات في الدقيقة الأولى أو في اللحظة الأولى كان تركيز النواتج عندي 100%، يعني كل اللي موجود معايا في أول لحظة بيكون متفاعلات. لكن بعد ما بيعدي عليا وقت مثلا 5 دقايق أو 10 دقايق بتبتدي إن المتفاعلات اللي أنا دخلت بيها تختفي وما تبقاش موجودة. طب مين اللي ظهر عندي؟ ظهر عندي النواتج بعد ما مر عليا بعض الوقت. طب يقول لي لو أنا عايز أرسم شكل أو مخطط بياني يوضح لي إزاي التفاعل الكيميائي بيمشي، هرسمه بالشكل ده. هرسم خط عمودي وخط افقي. الخط العمودي بيوضح التركيز بتاع الماده والخط الافقي بيعبر عن الزمن. الخط العمودي هرسم فيه بداية المتفاعلات وتركيز النواتج. بيقول لي وانا ببدأ التفاعل لسه في الدقيقة الأولى والوقت عندي صفر لسه ما بدأتش التفاعل، بيكون تركيز المتفاعلات أعلى حاجة، فحطت لي تركيز المتفاعلات أهو فوق رقم 5، فتركيز المتفاعلات بيكون اعلى ما يكون. لكن وانا لسه في الدقيقه الاولى تركيز النواتج صفر، لان انا لسه ببدا التفاعل، انا لسه في اول لحظه، الوقت او الزمن عندي بيساوي صفر، فلسه ما ظهرش عندي اي نواتج، فطبيعي تركيز النواتج في اللحظه الاولى بيساوي صفر. طيب لما بيعدي بيا وقت ايه اللي بيحصل؟ مع مرور الزمن الناحيه دي بيبتدي تركيز المتفاعلات يقل وينزل لحد ما المتفاعلات تختفي، الماده اللي انا دخلتها في التفاعل بتختفي. طب مين اللي بيظهر بدلها؟ بيظهر بدلها المادة الناتجة. تركيز النواتج بعد ما كان صفر يبتدي يظهر واحدة واحدة لحد ما بيبقى أعلى تركيز. طيب أنا عندي لو جيت أبص على الشكل ده هلاقيه بيعبر عن المتفاعلات والنواتج على شكل بياني، وأقدر أعمل شكل زيه بالظبط في أي تفاعل آخر. طب يجي يقول لي
من الشكل البياني يوضح أن المتفاعلات اللي هي اللي باللون الأزرق دي والنواتج اللي هي باللون الأحمر دي، المتفاعلات بيكون تركيزها أكبر ما يكون في بداية التفاعل، والنواتج بيكون تركيزها أقل ما يمكن في بداية التفاعل. طب بمرور الزمن بعد ما مر وقت إيه اللي حصل؟ بيقل تركيز المتفاعلات ويزداد تركيز النواتج. طب إيه اللي هلاقيه أو هلاحظه في نهاية التفاعل بعد ما الوقت يمر والاقي كل حاجه خلصت؟ هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان تركيز المتفاعلات بقى 0 وتركيز النواتج بقى 100%. طيب يجي يقول لي من الكلام اللي احنا شرحناه ده اداني تعريف علمي لسرعه التفاعل الكيميائي. سرعه التفاعل الكيميائي هي التغير في تركيز المواد المتفاعله والمواد الناتجه من التفاعل في وحده الزمن. التغير في تركيز المتفاعلات والنواتج ده اسمه سرعه التفاعل الكيميائي. طيب يجي يقول لي هناخد تطبيق وهناخد مثال على الكلام اللي احنا شرحناه ده عشان نشوف الكلام ده عملي ممكن يحصل ازاي. فيقول لي طب ما تيجي نشوف ازاي غاز خامس اكسيد النيتروجين بينحل ويتحول الى ثاني اكسيد نيتروجين وغاز اكسجين بمرور الزمن. طب مش انا عارف ان خامس اكسيد النيتروجين بيتفكك ويتحول الى ثاني اكسيد النيتروجين واكسجين مع مرور الوقت؟ طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ قال لك ما تيجي نرسم علاقه بيانيه بتدل على سرعه التفاعل الكيميائي اللي حصل فيه انحلال. فرسم الشكل البياني وحط على الخط العمودي التركيز عشان بيعبر عن تركيز الماده، والخط الافقي بيعبر عن الزمن او الوقت اللي مر بالدقيقه. طب جه قال لك مين اللي التركيز بتاعه مرتفع واعلى ما يكون؟ تركيز المتفاعلات اكبر ما يكون طالما انا لسه عند الزمن 0، طالما انا لسه في بدايه التفاعل يبقى التركيز المتفاعلات اعلى ما يكون. يبقى مين اللي واقف فوق عند 16%؟ اللي واقف فوق ده الخامس اكسيد النيتروجين اللي هي المتفاعلات اللي داخله معايا التفاعل. طيب يبتدي المتفاعلات يقل تركيزها مع مرور الزمن وتبتدي تنزل لحد ما تركيزها يبقى 0، لان المتفاعلات هتبتدي تختفي مع مرور الوقت ويظهر بدلها النواتج. طب مين كان تركيزه 0 في بداية التفاعل؟ الناتج بتاعي ثاني اكسيد النيتروجين كان لسه ما ظهرش فتركيزه في بداية التفاعل 0. غاز الاكسجين كان لسه ما ظهرش فتركيزه في بدايه التفاعل برضه هو كمان 0. طب ايه اللي حصل لهم؟ ابتدوا يظهروا مع مرور الوقت، فلقيت ان تركيز غاز الاكسجين بدل ما كان 0 لا ده بقى 8%، وغاز ثاني اكسيد النيتروجين بعد ما كان تركيزه 0 بقى تركيزه 32%. طيب يجي يقول لي انا امتى اعرف ان التفاعل ده انتهى وخلص كل حاجه؟ بيقول لي هبص على الجدول ده وهشوف امتى التفاعل وقف. بيقول لي وانا في الدقيقه 0 ابتدى عندي يشوف لي تركيز المتفاعلات كان 16%. طب وتركيز النواتج كان 0، كان لسه ما عنديش نواتج. طب مر عندي دقيقتين لقيت تركيز المتفاعلات اللي هو خامس اكسيد النيتروجين N2O5 كان تركيزه 8/10، بعد ما كان 16 بقى 8/10، يعني تركيزه ابتدى يقل مع مرور الوقت. طيب عندي ثاني اكسيد النيتروجين تركيزه اصبح 16%، بعد ما كان 0 تركيزه بقى 16%. طب غاز الاكسجين بعد ما كان تركيزه 0 اصبح 4%، يعني التركيز النواتج ابتدى يزيد وتركيز المتفاعلات ابتدى يقل. طب بعد ما مر 4 دقائق تركيز المتفاعلات قل وبقى 4%، تركيز النواتج ابتدى يزيد بقى 24% و6%. طيب يجي يقول لي بعد ما عدى 8 دقايق تركيز المتفاعلات بقى 0، خلاص ما بقاش عندي متفاعلات، وتركيز النواتج بقى 32% و8%. طب قال لك ما استنى دقيقتين كمان واشوف ايه اللي هيحصل. فاستنى لما مر 10 دقايق لقى تركيز المتفاعلات هو 0 وتركيز النواتج 32 و8%. فقال لك طالما الوقت بيمر ولسه النتيجة زي ما هي يبقى أنا عرفت خلاص إن كده التفاعل خلص وانتهى وتم بالكامل. فبالتالي بعرف منين إن التفاعل انتهى؟ عند ثبوت تركيز المواد. أول ما بلاقي المواد بتاعتي تركيزها ثبت مع مرور الوقت بعرف إن كده التفاعل تم بالكامل وانتهى. طيب يجي يقول لي في بداية التفاعل
كان تركيز المتفاعلات 100% أعلى ما يمكن، وتركيز النواتج كان 0%، كانوا لسه ما ظهروش. طيب مع مرور الوقت قل تركيز المتفاعلات ويزداد تركيز النواتج. في نهاية التفاعل بعد ما التفاعل تم بالكامل أصبح تركيز المتفاعلات أقل ما يمكن 0%، وأصبح تركيز النواتج أكبر ما يمكن بنسبة 100% نواتج. طب يجي يقول لي ملحوظة، لاحظ يستدل على زمن انتهاء التفاعل من ثبوت تركيز كل من المتفاعلات والنواتج بمرور الزمن. أول ما بلاقي تركيز المتفاعلات والنواتج ثابت ولسه الزمن بيمر، أفهم إن كده التفاعل خلاص انتهى. طيب يجي يديني مثال كمان ويقول لي لو انا عندي المتفاعلات اسمها 2x والنواتج 2y زائد z، مديني معادله اهو وقال لي بص على المعادله دي وقول لي مين هنا في الرسمه دي بيعبر عن x ومين بيعبر عن y ومين بيعبر عن z. اهو الشكل البياني المقابل يوضح سرعه تفاعل تفكك المركب x تبعا للمعادله 2x تتفكك وتديني 2y زائد z. استبدل الأرقام الموضحة على الشكل اللي هي 1 و2 و3 بما يناسبها من المواد z و y و x مع تعليل إجابتك. طيب أنا دلوقتي هقول له مين x ومين y ومين z. مش أنا عارف إن المتفاعلات هي اللي محطوطة على الشمال اللي هي 2x هي دي المتفاعلات؟ طب هاجي أبص على الرسمة، مين اللي تركيزه في بداية التفاعل أعلى ما يمكن؟ الخط الأزرق اللي هو رقم 1 هو ده اللي تركيزه أعلى ما يكون في بداية التفاعل. فطبيعي الخط الأزرق ده هو هيكون المتفاعلات اللي هي X، يبقى رقم 1 هو X. علل ليه؟ لأنه في بداية التفاعل أكبر ما يمكن وفي نهاية التفاعل أقل ما يمكن تركيزه 0%. طب يجي يقول لي مين واي ومين زد، مين 2 ومين 3؟ فهيقول لي بص على المعادلة هلاقي النواتج عندي ظهرت 2 واي زائد زد، فمين اللي تركيزه أكبر من التاني؟ دي 2 واي لكن دي زد واحدة بس. فهبص على الرسمة وأقول له أكيد اللي تركيزه بقى أكبر خالص فوق اللي رقم 3 هو ده واي، عشان طلع النواتج معايا 2 واي، واكيد رقم 2 ده هو زد لانه طلع معايا زد واحده بس. طيب فيجي يقول لي النواتج زد وواي، 2 هتبقى زد و3 هتبقى واي. ليه؟ لانهما يمثلان المواد الناتجه حيث يكون تركيزهم، طبعا هم اكيد خلاص المواد الناتجه عشان بدأ تركيزهم بصفر وبعد كده ابتدى يعلى او يزيد مع مرور الزمن. طيب يجي يقول لي زد وواي في بدايه التفاعل كان تركيزهم اقل ما يمكن 0%، وفي نهايه التفاعل كان تركيزهم اكبر ما يمكن 100%. طيب يجي يقول لي ازاي بقيس سرعه التفاعل الكيميائي؟ بقيس سرعه التفاعل الكيميائي من خلال اختفاء احد المتفاعلات او ظهور احد النواتج. يعني انا دلوقتي هجيب مادتين واحطهم على بعض واخليهم يعملوا مع بعض تفاعل كيميائي، لو في ماده من المواد اللي انا حطيتها دي اختفت بعرف ان كده التفاعل الكيميائي بيمر مع مرور الوقت. طيب لو عندي المواد ديت في ماده جديده ظهرت انا لسه ما حطيتهاش، فهعرف برضو ان انا في نواتج ظهرت جديده عندي، فاعرف ان ده بيدل على سرعه التفاعل الكيميائي. اول ما بلاقي ماده اختفت بعرف ان ده وقت انتهاء التفاعل الكيميائي، اول ما بلاقي ماده ظهرت بعرف ان ده وقت ظهور التفاعل الكيميائي. طب يجي يقول لي انا عايز اخد مثال واشوفه بعيني. بيقول لي انا لو جبت محلول هيدروكسيد الصوديوم وكبريتات النحاس، المعادله دي او التجربه دي انتوا خدتوها في سنه تانية، لو جبت محلول هيدروكسيد الصوديوم ومحلول كبريتات النحاس وحطيتهم على بعض، يا ترى ايه اللي يحصل؟ هيحصل بينهم تفاعل كيميائي وتبتدي تظهر لي مواد جديده ونواتج جديده انا اول مره اشوفها. طيب انا عندي دلوقتي هيدروكسيد الصوديوم دي ماده شفافه او محلول لونه شفاف، طب محلول كبريتات النحاس لونه ازرق، فبيقول لي انا هجيب الانبوبه اللي فيها كبريتات نحاس CuSO4 وهحط عليها محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH. لما اجي احطهم على بعض هيبتدي يديني Na
Na2SO4 ده محلول كبريتات الصوديوم عديم اللون. بعد ما كان عندي محلول ازرق هيتحول الى محلول عديم اللون. طب مين اللي هيظهر عندي لونه ازرق؟ هيظهر عندي راسب من هيدروكسيد النحاس CuOH الكل 2 لونه ازرق. فلما الاقي المحلول عندي كان لونه ازرق وفجأة بقى لونه ابيض وظهر عندي راسب ازرق، كده بعرف ان ده تم فيه التفاعل الكيميائي وابتدى يظهر عندي نواتج. لو انا لقيت ماده جديده ظهرت بعرف ان خلاص كده تم التفاعل بتاعي. فبيقول لي تقاس سرعه التفاعل عمليا بمعدل اختفاء لون محلول كبريتات النحاس الازرق او تكون راسب هيدروكسيد النحاس الازرق. طيب يجي يقول لي انا عندي عوامل بتأثر على التفاعل الكيميائي، وعندي حاجات بتخلي التفاعل يبقى سريع وحاجات تانية بتخلي التفاعل يبقى بطيء، والحاجات دي أنا ممكن أتحكم فيها بنفسي. إيه هي الأدوات دي؟ بيقول لي أول حاجة طبيعة المتفاعلات. يا ترى المتفاعلات دي شكلها عامل إزاي؟ يا ترى كبيرة صغيرة متفتفتة ولا سليمة ولا حالتها إيه بالظبط؟ وقوة الترابط اللي ما بينها. أول حاجة بتأثر على سرعة التفاعل الكيميائي هي طبيعة المتفاعلات. طبيعة المتفاعلات فيها حاجتين، فيها قوة الترابط بين المتفاعلات ومساحة سطح المتفاعلات. طب إيه كمان؟ بيقول لي تركيز المتفاعلات. يا ترى المادة اللي أنا بدخلها في التفاعل دي مركزة ولا مخففة؟ يا ترى المادة المركزة هتخلي التفاعل يبقى أسرع ولا أبطأ؟ طيب يجي كمان يقول لي درجة حرارة التفاعل. يا ترى لو أنا عملت التفاعل ده على النار زي ما هعمله في الوسط المحيط بتاعي ولا لا؟ طبعا لو انا حطيت التفاعل بتاعي على النار او اديته حراره ده هيأثر على سرعه التفاعل ويخليه يبقى اسرع. طب يجي يقول لي عندي حاجه اسمها العوامل الحفازه والانزيمات، زي مثلا ما ماما بتحط حله اللحمه على النار وتسيبها عشان خاطر تتسلق، بس اللحمه بتاخد وقت طويل عشان تستوي، فماما بتعمل ايه؟ بتضيف لها معلقه سكر وتقول لك ده انا لو حطيت للحمه سكر هتستوي بسرعه. فهي كده ضافت لها عامل حفاز او ضافت لها ماده تساعد اللحمه ان هي تستوي اسرع. بس طبعا الماده دي او العامل الحفاز اللي احنا بنضيفه ما بيأثرش على التفاعل بتاعي، ولا بيغير طعم اللحمه، ولا بيبوظ الشوربه، ولا بيعمل اي حاجه. ده يا دوبك بس بيساعد التفاعل الكيميائي ان هو يكون بشكل اسرع وافضل. طب ما تيجي ندرس كل واحده فيهم بالتفصيل. يجي يقول لي عايز اعرف طبيعه المتفاعلات ازاي بتاثر على التفاعل الكيميائي وتخليه مره يبقى سريع ومره يبقى بطيء. بيقول لي في حاجتين في طبيعه المتفاعلات، نوع الترابط في جزيئات المواد المتفاعله، يعني يا ترى هم مرتبطين برابط ايونيه ولا روابط تساهميه، وايه كمان؟ ومساحه سطح المواد المتفاعله المعرضه للتفاعل. يا ترى المادة اللي أنا هدخلها في التفاعل دي يا ترى هي متفتفتة ولا قطعة مكعب على بعضها؟ كل ده بيفرق معايا في التفاعل بتاعي. أول حاجة هيكلمني عن نوع الترابط في جزيئات المواد المتفاعلة. أنا لو جبت أي مادة وجيت أفتفتها أو أكسرها هتتحول إلى جزيئات، والجزيئات دي ممكن أكسرها أكتر وأحولها إلى أيونات، يبقى الجزيئات أكبر من الأيونات. طب أنا لو جبت مادة وكسرتها وحولتها إلى جزيئات هيكون التفاعل بتاعها أسرع، ولا لو فتتها أكتر وخليتها أيونات تبقى أسرع؟ هخليك تتخيل معايا حاجة. هجيب مكعب من السكر وهجيب معلقة سكر بودر وهحط ده في ميه سخنه واقلبه، واحط مكعب كمان السكر في ميه سخنه واقلبه. يا ترى مين فيهم اللي هيتم التفاعل بتاع الذوبان بتاعه اسرع؟ طبعا السكر المفتت هيكون اسرع. ليه؟ لان مساحه سطح التفاعل في الماده المفتته بيكون اكبر، كل ما بفتتها او كل ما بكسرها كل ما بزود مساحه سطح التفاعل. طب نيجي نتكلم عن قوى الترابط الاول. يقول لي أنا عندي مركبات بترتبط مع بعضها بروابط أيونية اسمها مركبات أيونية، وعندي مركبات تانية اسمها مركبات تساهمية. بيقول لي المركبات الأيونية تفاعلاتها بتكون سريعة. طيب المركبات التساهمية تفاعلاتها معظمها بيكون بطيء. علل اشمعنى الأيونية سريعة والتساهمية بطيئة؟ بيقول لي المركبات الأيونية تتفكك كليا، بتتفكك خالص وبتتأين عند ذوبانها في الماء، فيكون التفاعل بين الأيونات وبعضها. يبقى علل ليه تفاعلات المركبات الأيونية بيكون سريع؟ لأن المركبات الأيونية تتفكك كليا وتتأين
فبالتالي هيكون التفاعل بين الأيونات وبعضها. طب علل تفاعلات المركبات التساهمية، معظمها بطيء نسبيا أو معظمها بطيء. علل ليه؟ لأن المركبات التساهمية صعب أن تتأين، ما بتقدرش تتحول إلى أيونات، يصعب أن تتأين عند ذوبانها في الماء، فهيكون التفاعل بين الجزيئات وبعضها. وطبعا التفاعل لما بيكون بين الأيونات بيكون أسرع من التفاعل بين الجزيئات وبعضها. طب يجي يقول لي علل معدل تفاعل المركبات الايونيه اكبر من معدل تفاعل المركبات التساهميه، هروح قايله له الاجابه اللي انا لسه قايلها فوق، لان المركبات الايونيه بتتفكك وتتأين ويكون التفاعل بين الايونات وبعضها، والمركبات التساهميه يصعب ان تتأين، فبالتالي هيكون التفاعل بين الجزيئات وبعضها. طب يجي يقول لي علل يعد تفاعل محلول كلوريد الصوديوم ال NaCl مع محلول نترات الفضة AgNO3 من التفاعلات السريعة اللحظية. ليه التفاعل ده بيكون سريع؟ لأنه يتم بين الأيونات الناتجة عن تفكك كل منهما، لأن التفاعل ده بيتم بين الأيونات، عشان كده التفاعل سريع. بسرعة جدا بلاقي ال NaCl اتفكك إلى Na موجب و Cl سالب، وال AgNO3 اتفكك إلى Ag موجب و NO3 سالب، وهيبدلوا مع بعض سريعا ويبتدي يدوني النتيجه اللي انا عايزاها، اللي هي NaNO3 نترات الصوديوم و AgCl راسب ابيض من كلوريد الفضه. طيب يجي يقول لي مساحه سطح المواد المتفاعله ازاي بتاثر على التفاعل. بيقول لي لو انا جبت قطعة معدنية على بعضها زي كده وجيت سقطتها مثلا في حمض، او مثلا جبت مكعب مثلا سكر زي اللي لونه بنفسجي ده ورحت مسقطاه في ميه، هعتبر ان الجزيئات اللي لونها اخضر دي هي جزيئات الميه. ايه اللي هيحصل؟ الجزيئات اللي من بره دي مش هتعرف تدخل وتتغلغل الى الجزيئات الداخليه بتاعت المكعب. طب لو انا جبت هو بالظبط بس فتته وكسرته وحولته الى اجزاء صغيره زي ما باين قدامي في الرسمه، ساعتها الجزيئات الخارجيه بتاعت الميه اللي لونها اخضر دي هتعرف تدخل وتتغلغل الى الداخل وتتفاعل مع الجزيئات الداخليه ومع الجزيئات الخارجيه. فبيقول لي الجزيئات في مساحه السطح الصغيرة بيكون التفاعل بطيء، أما في مساحة السطح الكبيرة بيكون التفاعل سريع. ليه؟ لأن مساحة السطح المعرضة للتفاعل صغيرة. طب ليه هنا التفاعل سريع؟ لأن مساحة السطح المعرضة للتفاعل كبيرة. كلما زادت مساحة سطح المادة المعرضة للتفاعل كلما زادت سرعة التفاعل. كل ما هزود مساحة السطح وفتت المادة كل ما سرعة التفاعل يكون أسرع وأحسن. يجي يقول لي مما سبق نستنتج أن كلما ازدادت مساحة سطح المواد المتفاعلة المعرضة للتفاعل تزداد سرعة التفاعل الكيميائي، يعني بينهم علاقة طردية. هتزيد سرعة التفاعل هتزيد مساحة السطح هتزيد سرعة التفاعل، هتقل مساحة السطح هتقل سرعة التفاعل، بينهم علاقة طردية. وبرضه بيمثل لي هو لو أنا معايا مكعب سكر على بعضه أو معايا مكعب تاني مفتت هيكون طبعا أفضل. طب يجي يقول لي هعمل نشاط وعايزه اشوف بعيني يا ترى ازاي سرعه التفاعل ممكن تاثر، ازاي مساحه السطح ممكن تاثر على سرعه التفاعل. يجي يقول لي انا هجيب دورقين وهجيب سرنجتين، عندي كوبايتين وهحط في الكوبايه دي حمض هيدروكلوريك وفي الكوبايه دي حمض هيدروكلوريك، هحط هنا HCl وهنا HCl. طب واحده هسقط فيها قطعه حديد مكعب على بعضها والتانيه هسقط فيها براده حديد، هسقط فيها حديد بس متفتت. يا ترى الحديد هيتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك اسرع امتى؟ لما يكون مكعب ولا لما يكون براده؟ طبعا لما يكون براده. ليه؟ لان براده الحديد عندها مساحه سطح اكبر، فبالتالي هتسهل عليا ان سرعه التفاعل الكيميائي يكون افضل. بيقول لي لو انا عملت الكلام ده وجيت عبرت عنه بمعادله هيقول لي Fe يعني حديد زائد 2HCl، هحط الحديد على حمض الهيدروكلوريك HCl مخفف وهبتدي اراقب. لو جه عمل الكلام ده عملي وبص هنا كده هلاقيه هنا في قطعة الحديد اللي على بعضها بيطلع فقاعات غازية بشكل قليل، لكن هنا في برادة الحديد طلع عندي فقاعات غازية كبيرة جدا. قال لك طب ما انا هربط الدورق من فوق من فوهات الدورق، هربط الاتنين بسرنجة وهوصلهم بسرنجة وهبص الاقي كمية الغاز المتصاعد في برادة الحديد اكبر، غاز كتير، طلع غاز
كتير والسرنجه اتملت. طب لكن هنا في قطعه الحديد كميه الغاز المتصاعد كان قليل، وابتدى يملى السرنجه بكميه قليله من الغاز الهيدروجين المتصاعد من التفاعل، فبالتالي التفاعل بتاعي تم بسرعه جدا وطلع كل كميه الغاز بتاعته بسرعه جدا لما كانت الماده بودر عباره عن براده حديد، وطلع كميه غازات قليله وكان التفاعل بطيء جدا لما كان الحديد عباره عن قطعه واحده ومساحه سطحه صغيره. فبيقول لي لو انا عملت معادله بالكلام ده هيقول لي اف اي زائد اتش سي ال هيديني اف اي سي ال كلوريد الحديد، وهيتصاعد غاز الهيدروجين. بس طبعا في حاله براده الحديد بيكون التفاعل سريع، وفي حاله قطعه الحديد بيكون التفاعل بطيء. يجي يقول لي علل تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة مساحة سطح المواد المتفاعلة المعرضة للتفاعل. ليه كل ما بزود مساحة السطح بتزيد سرعة التفاعل؟ بسبب زيادة عدد جزيئات المواد المتفاعلة المعرضة للتفاعل. كل ما بفتت المادة كل ما بزود عدد الجزيئات اللي بدخلها في التفاعل. طب يفضل استخدام النيكل المجزأ في هدرجة الزيوت بدلا من قطع النيكل. بجيب نيكل مجزأ ومفتت واستخدمه في هدرجة الزيوت بدل ما استخدم قطعة نيكل على بعضها. ليه؟ لأن مساحة السطح المعرض للتفاعل في حالة النيكل المجزأ أكبر مما في حالة قطع النيكل، وسرعة التفاعل الكيميائي تزداد بزيادة مساحة السطح. هقول له لأن أنا كل ما بزود مساحة السطح كل ما بزود سرعة التفاعل الكيميائي. طب يجي يقول لي تاني حاجة بتأثر على، احنا قلنا خلاص أول حاجة بتأثر على سرعة التفاعل الكيميائي هي طبيعة المتفاعلات، وطبيعة المتفاعلات فيها حاجتين، فيها نوع الروابط يا اما روابط ايونيه او روابط تساهميه، وفيها كمان مساحه سطح الماده المعرضه للتفاعل. كل ما بتزيد مساحه السطح كل ما بيزيد سرعه التفاعل. تاني حاجه عندي بتاثر على سرعه التفاعل الكيميائي هي تركيز المتفاعلات. يا ترى الماده اللي معايا لو مركزه هتختلف عن الماده المخففه؟ لو انا مثلا تخيلوا معايا ان انا هجيب نص ليمونه وهاجي اعمل منها كوبايه عصير ليمون، وهجيب 3 ليمونات وهعمل منهم نفس كوبايه العصير. يا ترى مين فيهم اللي هتكون اقوى ومدياني ناتج اقوى؟ طبعا اللي فيها 3 ليمونات. فبالتالي كل ما بزود تركيز الماده كل ما بيكون عندي التفاعل اقوى. ازاي تركيز المواد المتفاعله ممكن ياثر على سرعه التفاعل؟ انا هتخيل ان انا عندي شارع زحمه وشارع فاضي. يا ترى لو مشيت في الشارع الزحمه هخبط في الناس اللي ماشيه؟ طبعا. طب لو مشيت في شارع فاضي مش هيبقى فيه اي حد اخبط فيه. فبالتالي التفاعل بيكون قوي وسريع، وفيه تصادم بين الجزيئات لما بتكون المادة مركزة وفيها جزيئات كتير، لكن التفاعل بيكون بطيء وهادي لما بتكون المادة مخففة ولا تحتوي على عدد كبير من الجزيئات. فبالتالي بيقول لي أنا هتخيل ده من شارع زحمة وشارع فاضي وانت قررت تمشي في ده مرة وده مرة، هتلاقي طبعا التفاعل بيكون قوي جدا في المادة الزحمة أو في الشارع الزحمة. بيقول لي إيه النتائج المترتبة على زيادة تركيز المادة المتفاعلة؟ كلما زاد تركيز المادة المتفاعلة زاد عدد التصادمات بين الجزيئات، فبالتالي تزداد سرعة التفاعل الكيميائي. كل ما الجزيئات تتصادم مع بعضها وتتداخل مع بعضها كل ما الاقي التفاعل الكيميائي عندي نشيط وبيمشي بسرعة جدا. طيب يبقى بينهم علاقة طردية. كل ما زادت تركيز المادة المتفاعلة زادت سرعة التفاعل الكيميائي، يعني علاقة طردية، الاتنين بيزيدوا مع بعض أو الاتنين بيقلوا مع بعض. يجي يقول لي أنا عايز آخد نشاط على الكلام ده وأشوف إزاي ممكن تركيز المادة المتفاعلة يأثر على سرعة التفاعل الكيميائي. هجيب دورقين وهجيب سرنجتين وهحط الدورق قدامي وهغطيه من فوق بسرنجة. الدورق الأولاني فيه حمض هيدروكلوريك والتاني برضو فيه حمض هيدروكلوريك، بس واحد مخفف والتاني مركز. يبقى انا عندي الدورق الاول بيحتوي على حمض هيدروكلوريك مخفف والدورق التاني بيحتوي على حمض هيدروكلوريك مركز. هسقط في الاثنين شريط مغنيسيوم، ده شريط مغنيسيوم وده شريط مغنيسيوم، يبقى انا ما غيرتش الماده اللي انا دخلتها على الحمض، بس الفرق في تركيز الحمض. هبص الاقي السرنجه في الحمض المخفف ما اتملتش غاز كتير، يا دوبك خدت كميه قليله من الغاز، بصوا كميه صغيره اهو من غاز الهيدروجين المتصاعد. لكن في حاله الحمض المركز السرنجه اتملت او خدت كميه كبيره من غاز الهيدروجين، لان سرعه التفاعل الكيميائي والغاز المتصاعد في حاله الحمض المركز اسرع واقوى من حاله الغاز المخفف. بيقول لي لو انا عملت الكلام ده في صوره
معادله كيميائيه هتبتدي تظهر قدامي بالشكل ده. ام جي يعني مغنيسيوم زائد اتش سي ال زائد الحمض اللي انا حطيته يديني ام جي سي ال 2. بدل ما كان عندي ام جي واتش سي ال ابتدى الام جي يدخل بدل الهيدروجين بتاع الحمض وينفصل الهيدروجين في صورة غاز اللي هو مليت بالسرنجة بتاعتي. يجي يقول لي لو انا عندي المعادلة دي عملتها في حالة حمض مخفف زي ما هعملها في حالة حمض مركز، قال لك لا، غاز الهيدروجين بتكون كميته أكبر لو الحمض مركز وبتكون كميته أقل لو الحمض مخفف، لأن تركيز المادة المتفاعلة بيأثر على سرعة التفاعل الكيميائي. بيقول لي لو أنا عملت الكلام ده إيه الملاحظة؟ هلاحظ إن عدد الفقاعات المتصاعدة في حالة الحمض المركز أكبر من الفقاعات المتصاعدة في حالة الحمض المخفف. بيقول لي معدل تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المركز أسرع من تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. ايه تفسير الكلام ده؟ بيقول لي عدد الجزيئات في الحمض المركز أكبر من عدد الجزيئات في الحمض المخفف، وكلما زاد تركيز المادة زاد عدد الجزيئات وزاد التصادم بين الجزيئات، فبالتالي تزيد سرعة التفاعل الكيميائي. ايه الاستنتاج او ايه المعلومه العلميه اللي انا طلعت بيها من التجربه؟ تزداد سرعه التفاعل الكيميائي بزياده تركيز المواد المتفاعله. طب يجي يقول لي ما تيجي نجرب حاجه كمان، علل تزداد سرعه التفاعل الكيميائي بزياده تركيز المواد المتفاعله. ليه كل ما زودت تركيز الماده كل ما زاد سرعه التفاعل الكيميائي؟ ليه؟ لانه بزياده تركيز المواد المتفاعله تزداد التصادمات بين الجزيئات، فبالتالي يزداد سرعه التفاعل الكيميائي. طب علل احتراق سلك تنظيف الالومنيوم في دورق به اكسجين نقي اسرع من احتراقه في اكسجين الهواء الجوي. انا عارف ان الهواء الجوي مش اكسجين نقي، الهواء اللي انا بتنفسه ده فيه 78% اكسجين 78% نيتروجين قصدي، و21% اكسجين و1% غازات اخرى. فتركيز الاكسجين في الهواء اللي انا بتنفسه كام؟ 21% بس. طب لو انا جبت سلك الالومنيوم ده وجربت احرقه في الهواء الجوي هبقى بحرقه في نسبه 21% اكسجين. طب لو حرقت السلك ده فيه اكسجين نقي حطيته في دورق 100% غاز اكسجين بس، هبص الاقي الاحتراق في الغاز الاكسجين النقي اسرع من الاحتراق في الهواء الجوي. طب ليه؟ لزياده تركيز غاز الاكسجين في الدورق عن تركيزه في الهواء الجوي، وكلما زاد تركيز الماده المتفاعله زادت التصادمات بين الجزيئات وزادت سرعه التفاعل. طب يجي يقول لي ثالث حاجة ممكن تأثر على سرعة التفاعل الكيميائي هي درجة حرارة التفاعل. يا ترى لو اديت للتفاعل اللي معايا ده حرارة أو سخنته هتزداد سرعة التفاعل الكيميائي ولا هتفضل زي ما هي؟ عايزين نشوف الكلام ده بنفسنا. بيقول لي عند رفع درجة حرارة المادة المتفاعلة ايه اللي هيحصل؟ هتزداد سرعة الجزيئات المتفاعلة وبالتالي يزداد عدد التصادمات، فبالتالي تزداد سرعة التفاعل. يبقى كل ما رفعت الحرارة هزود سرعة الجزيئات. الجزيئات بتكون بطيئة ولما اديها نار او احطها على النار او الحراره هتبتدي تبقى اسرع وتتحرك بسرعه جدا جدا. وطبعا لما اجيب جزيئات واخليها تتحرك بسرعه قوي ده هيزود التصادمات ما بين الجزيئات وهيخليها تخبط في بعضها بسرعه وبقوه اكبر، فبالتالي ده هيزود لي سرعه التفاعل الكيميائي. يبقى انا عندي هنا لازم افهم ان كلما زادت سرعه التفاعل او كلما زادت درجه الحراره زادت سرعه الجزيئات وزاد عدد التصادمات بينها، فبالتالي هزود سرعة التفاعل الكيميائي. يجي يقول لي يزداد معدل معظم التفاعلات الكيميائية برفع درجة الحرارة، يعني أغلب التفاعلات الكيميائية لما باجي اديها حرارة بلاقي سرعتها ابتدت تزيد. عايزين ناخد نشاط ونشوف الكلام ده بنفسنا. قال لك انا هجيب اقراص من الفوار، هجيب كاسين زجاجيين واحط في كل واحد فيهم ميه، بس واحد احط فيه ميه سخنه والتاني احط فيه ميه بارده، وهبتدي اجيب الاقراص الفواره دي واحط
قرص فيه الميه السخنه وقرص فيه الميه البارده. بصوا كده لو بصينا على الصوره هلاحظ ان الفوار بيطلع غازات وبيعمل تفاعل وفوران سريع في حاله الماء الساخن، وبيعمل فوران بطيء في حاله الماء البارد. طب ايه التفسير للكلام ده؟ بيقول لي سرعه الجزيئات المتفاعله في حاله الماء الساخن أسرع من سرعة الجزيئات المتفاعلة في حالة الماء البارد، وكلما زادت سرعة الجزيئات زاد عدد التصادمات المحتملة بين الجزيئات، فبالتالي تزداد سرعة التفاعل. طب ايه الاستنتاج او ايه المعلومة العلمية اللي انا طلعت بيها؟ تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة درجة الحرارة او برفع درجة الحرارة. طبعا ده عشان درجة الحرارة بتزود سرعة الجزيئات وبتزود عدد التصادمات بينها. طب علل تزداد سرعة التفاعل الكيميائي برفع درجة الحرارة ليه؟ لزيادة سرعة جزيئات المواد المتفاعلة وبالتالي زيادة عدد التصادمات بينها. طب علل تبريد الطعام في الثلاجة يحفظه من التلف ليه؟ لما بحط الطعام في الثلاجة بيخليه ما يبصش بسرعة أو ما يتلفش بسرعة، لأن درجة الحرارة المنخفضة في الثلاجة بتبطئ من سرعة الجزيئات أو بتبطئ من سرعة التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل في الطعام، فبالتالي البكتيريا مش هتنشط، والبكتيريا دي لو نشطت هتبوظ او هتتلف الطعام. فانا لما اقلل درجه الحراره بالتالي هقلل نشاط البكتيريا وهقلل سرعه البكتيريا، فهخلي الطعام ما يتلفش بسرعه او ما يبصش بسرعه. طب بيقول لي رفع درجه الحراره يؤدي الى طهي الطعام بسرعه ليه؟ لما بعلي النار الاكل بيستوي بسرعه، لان سرعه تفاعلات طهي الطعام تزداد بارتفاع درجه الحراره. طب رابع حاجة بتأثر على سرعة التفاعل الكيميائي هي العوامل الحفازة. ايه هي العوامل الحفازة؟ هي مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تتأثر أو تتغير. يعني أنا لو جبت مادة زي السكر اللي أنا حطيته على اللحمة وحطيته وقلبته وسبته شوية هلاقي التفاعل بتاعي ابتدى يزيد، بس من غير ما يأثر على التفاعل، من غير ما يأثر على طعم اللحمة، من غير ما يدخل في التفاعل بشكل مباشر. فيجي يقول لي عندي حاجة اسمها العوامل الحفازة المساعدة. هناك تفاعلات كيميائية بطيئة وأخرى سريعة، وأنا عشان أخلي التفاعل بتاعي أو أتحكم في سرعته بمزاجي بحط له عامل حفاز. ممكن يكون عندي تفاعل سريع جدا جدا وأنا عايزة أقلل سرعته، فهستخدم برضو العامل الحفاز. هتقولي يا مس بس انا كده بستخدم العامل الحفاز عشان ابطئه وانا محتاجه اسرع. هقول لك لا، انا عندي تفاعل سريع جدا جدا وانا عايزه اقلل سرعته فهحط عامل حفاز عادي. طب لو انا عندي تفاعل بطيء جدا وانا عايزه اخليه يبقى اسرع برضو هستخدم العامل الحفاز. يبقى العامل الحفاز بيساعدني في الحالتين، لا اما يزود سرعه التفاعل الكيميائي او يقلل سرعه التفاعل الكيميائي. بيقول لي بضيف مواد كيميائيه لا تؤثر على طبيعة النواتج، وتعرف المواد دي باسم العامل الحفاز. ايه هو التعريف العلمي للعامل الحفاز؟ هو مادة كيميائية تغير من معدل التفاعل الكيميائي دون أن تتغير. هي بتغير معدل سرعة التفاعل الكيميائي من غير ما هي تتغير ولا تتأثر ولا تأثر على النواتج اللي طالعة معايا. طب يجي يقول لي انواع التفاعلات اللي انا بحط لها عامل حفاز. في عندي حاجه اسمها تفاعلات الحفز الموجب، دي تفاعلات كيميائيه بحط لها عامل حفاز بيزود سرعه التفاعل الكيميائي. لما بحط عامل حفاز عشان ازود سرعه التفاعل دي بسميها تفاعلات الحفز الموجب. طب ممكن في حاله تانية احط عامل حفاز عشان يبطئ او يقلل سرعه التفاعل الكيميائي، ودي بسميها تفاعلات الحفز السالب، وهي تفاعلات كيميائيه يقوم فيها العامل الحفاز بخفض سرعه التفاعل الكيميائي. طب ايه هي خواص العامل الحفاز؟ العامل الحفاز ليه خصائص مهمه جدا بتميزه، والا ما اقدرش اقول عليه عامل حفاز. ايه هي الخصائص اللي بتميزه؟ اول حاجه هو بيغير سرعه التفاعل الكيميائي لكنه ولا بيأثر على بدء التفاعل ولا بيأثر على ايقاف التفاعل. يعني ما ينفعش العامل الحفاز يوقف لي التفاعل او يبدأه لي قبل ما انا احب ابدأه، فبالتالي هو بس بيظبط سرعة التفاعل من غير ما يأثر على بدء التفاعل أو إنهائه. طب تاني حاجة غالبا ما يكفي منه كمية صغيرة لإتمام التفاعل. يعني ماما عشان خاطر تخلي اللحمة تستوي بسرعة مش لازم تحط 3-4 معالق سكر، دي يا دوبك حطت نص معلقة سكر بس ساعدتها إن هي تسوي اللحمة بسرعة. فالعامل الحفاز بيكفي منه كمية صغيرة. طب تالت حاجة يرتبط أثناء التفاعل بالمواد المتفاعلة وسرعان ما ينفصل عنها بعد تكوين النواتج. العامل
الحفاز انا قلت ان هو ماده بتدخل تسرع التفاعل الكيميائي بس من غير ما تاثر على النواتج، يا دوبك بترتبط بالمتفاعلات عشان تساعدها ان هي تنجز التفاعل بتاعها بسرعه، وبعد ما تخلص المتفاعلات العمل بتاعها تروح العامل الحفاز منفصل عنها ويبتدي يسيبها ويقول لها كده انا خلاص عملت اللي عليا، مش محتاجاني في حاجه تاني. طيب يقول لي العامل الحفاز يقلل من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل الكيميائي. بدل ما ماما كانت حاطة اللحمة على النار 3 ساعات عشان خاطر تستوي، لما ابتدت تضيف لها عامل حفاز لا دي خلتها على النار ساعة أو ساعتين بس، فبالتالي هي قللت أو وفرت في الطاقة المستخدمة في التفاعل بتاعها، وابتدت توفر في الطاقة بسبب العامل الحفاز اللي هي استخدمته. طيب بيقول لي العامل الحفاز لا يحدث له أي تغير كيميائي أو نقص في كتلته بعد انتهاء التفاعل. يعني أنا بعد ما بخلص التفاعل الكيميائي بلاقي العامل الحفاز زي ما هو، ولا كتلته قلت ولا اتغير في شكله ولا في لونه ولا في أي حاجة. بيقول لي انا لو بصيت على الصوره دي هبتدي افهم ازاي العامل الحفاز بيشتغل. قال لك انا عندي ماده زي الماده A دي اللي لونها ازرق، الماده دي انا عايزاها تنحل وتتحول الى B و C، عايزاها تتفكك. التفاعل ده عايزاه يتم بسرعه وعايزاه يخلص بسرعه. مين هيساعدني؟ العامل الحفاز اللي هو بالشكل اللي فوق الاحمر ده. العامل الحفاز هيبتدي يرتبط بالماده، وبعد ما يرتبط بيها هيساعدها ان هي تتفكك الى C و B، يعني تعمل التفاعل بتاعها بس بسرعه، تنجزه بسرعه. طب بعد ما بيخلص واتفككت خلاص الى سي وبي، هيبتدي ينفصل بقى عنها ويقول لها كده خلاص انا عملت اللي عليا، عايز افضل زي ما انا من غير ما اثر على النواتج او على التفاعل بتاعي. فينفصل العامل الحفاز عن المواد بتاعتي ويديني الناتج اللي انا محتاجه اللي هو سي وبي. يبقى دخلت الماده ايه طلعت سي وبي، والعامل الحفاز زي ما هو، ولا تاثر ولا اثر على المتفاعلات والنواتج. طيب يجي يقول لي انا عايز اشوف امثله حقيقيه على العامل الحفاز. بيقول لي عندي كميه من فوق اكسيد الهيدروجين، انا عارف ان ال H2O ميه. طب ال H2O2 ده اسمه فوق اكسيد الهيدروجين. يبقى لما بقول لك ان انا عندي ماده H2O2 دي اسمها ماده فوق اكسيد الهيدروجين. الماده دي بتتفكك وتنحل. طب الماده دي ايه اللي هيساعدها ان هي تنحل؟ عايز احط لها مسحوق ثاني اكسيد المنجنيز MnO2، ده ثاني اكسيد المنجنيز. بيقول لي انا جبت الماده بتاعتي اهي ما اتفكتش ولا حاجه. طب لما انا بقى ضفت لها ثاني اكسيد المنجنيز وحطيته عليها ايه اللي حصل؟ ابتدت بسرعه جدا تنفك فوق اكسيد الهيدروجين ويديني غاز اكسجين وميه. طب يجي يقول لي انا عايز معادله بتدل على الكلام ده. بيقول لي اهو عندي H2O2 اللي هو ثاني اكسيد فوق اكسيد الهيدروجين، فوق اكسيد الهيدروجين حطيت له MnO2 اللي هو ثاني اكسيد المنجنيز، ابتدى يتفكك ويديني H2O لوحده وغاز اكسجين لوحده. يبقى عندي فوق اكسيد الهيدروجين بيتفكك ويديني بخار ميه وغاز اكسجين. ايه الحاجه اللي هتساعد فوق اكسيد الهيدروجين ان هو يتفكك؟ بيساعده ثاني اكسيد المنجنيز اللي انا حطيته على الدورق. بيقول لي ايه الملاحظه؟ ايه اللي انا لاحظته لما حطيت ثاني اكسيد المنجنيز؟ زياده عدد الفقاعات المتصاعده عند اضافه مسحوق ثاني اكسيد المنجنيز الى فوق اكسيد الهيدروجين. طب ايه التفسير؟ يا ترى الكلام ده حصل ليه؟ بيقول لي ثاني اكسيد المنجنيز ده عامل حفاز بيزود من سرعه التفاعل الكيميائي، بيزود من سرعه تفكك فوق اكسيد الهيدروجين الى ماء وغاز اكسجين. طب ايه الاستنتاج؟ ايه المعلومه العلميه اللي انا طلعت بيها؟ بيقول لي تزداد سرعه التفاعل الكيميائي باضافه عامل حفاز، ودي المعادله اللي بتدل على التفاعل بتاعي. طب يجي يقول لي انا عايز اعمل نفس اللي انا عملته كده بس بطريقه مختلفه. ازاي؟ بيقول لي عندي حاجه اسمها الانزيمات. ايه الفرق بين العامل الحفاز والانزيم؟ العامل الحفاز هي المواد الكيميائيه اللي انا بستخدمها في المعمل وبتساعدني على رفع او زياده سرعه التفاعل الكيميائي. طب ايه هو الانزيم؟ الانزيم بيشتغل بالظبط زي العامل الحفاز بس بيشتغل جوه جسم الكائنات الحيه مش في المعمل. يبقى العامل الحفاز هي المواد اللي انا بستخدمها في المعمل، لكن الانزيمات بتعمل نفس الشغل بالظبط لكن جوه جسم الكائن الحي. بيقول لي الانزيمات هي مواد كيميائيه ينتجها جسم الكائن الحي تعمل كعوامل حفازه تزيد من سرعه التفاعلات البيولوجيه. التفاعلات اللي موجوده جوه جسم الكائن الحي اسمها التفاعلات الحيويه. طب بيقول لي
التفاعلات دي بتتم بصورة بطيئة جدا لو ما فيهاش انزيمات. يبقى جسم الكائن الحي اللي بيساعده ان هو يتم التفاعلات بتاعته بسرعة جدا جدا، زي مثلا التنفس والهضم والاخراج وكل التفاعلات اللي بتحصل في جسمي بصورة سريعة جدا جدا كل يوم، دي بتساعدني الانزيمات فيها. تتم التفاعلات البيولوجية في وجود الانزيمات بسرعة تفوق آلاف او ملايين المرات في حالة عدم وجود الانزيمات. بيقول لي كل انزيم بيكون ليه وظيفة محددة بيقوم بيها، وكل انزيم بيشتغل الوظيفه بتاعته او بيعمل العمل بتاعه حوالي مليون مره في الدقيقه الواحده، وبدونه لا تتم عمليات التنفس او الهضم او الحركه او غيرها. يبقى الانزيمات هي اللي بتساعدني عشان اقوم بالعمليات الحيويه بتاعتي. كل انزيم ليه دور معين او محدد بيقوم بيه، وممكن يقوم بعمله ده مليون مره في الدقيقه عادي جدا. طب يجي يقول لي انا عايز اشوف نشاط بيدل على عمل الانزيمات او عمل المواد اللي موجوده جوه جسم الكائن الحي. بيقول لي هجيب فوق اكسيد الهيدروجين اللي انا استخدمته من شويه. طب فوق اكسيد الهيدروجين ده انا عارف ان هو بيتفكك مع ثاني اكسيد المنجنيز ويبتدي يديني بخار ميه وغاز اكسجين. طب يا ترى لو جبت فوق اكسيد الهيدروجين بس مش هحط له ثاني اكسيد المنجنيز، هحط له قطعه بطاطا، هجيب قطعه بطاطا واسقطها هنا فوق على فوق اكسيد الهيدروجين، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ برضو هيبتدي ينحل الى بخار ميه وغاز اكسجين. طب يا ترى البطاطا اشتغلت بالظبط زي ثاني اكسيد المنجنيز؟ قال لك ليه؟ لان البطاطا بتحتوي على انزيمات تساعد او تزيد من سرعه التفاعل الكيميائي. بيقول لي لو انا حطيت البطاطا على فوق اكسيد الهيدروجين، ايه هي الملاحظه اللي شفتها بعيني؟ زياده عدد الفقاعات المتصاعده عند اضافه قطعه البطاطا الى فوق اكسيد الهيدروجين. طب يا ترى التفسير للكلام ده ايه؟ ليه زادت سرعه التفاعل الكيميائي لما حطيت قطعه بطاطا؟ بيقول لي البطاطا بتحتوي على انزيم الاكسيدايز. انزيم الاكسيدايز ده بيزيد من سرعة تفكك فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وغاز أكسجين. عمل بالظبط نفس الحاجة اللي عملها ثاني أكسيد المنجنيز، وساعد فوق أكسيد الهيدروجين إنه ينحل إلى غاز أكسجين وبخار مية. ده بسبب إيه؟ بسبب إن البطاطا بتحتوي على إنزيم الأكسيدايز. طب إيه الاستنتاج أو المعلومة العلمية اللي أنا طلعتها؟ بيقول لي تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بإضافة إنزيم. الناحية التانية كنا قلنا تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بإضافة عامل حفاز. يبقى الإنزيم زي العامل الحفاز، بس الفرق إن العامل الحفاز بيكون في المعمل والإنزيم بيكون جوه جسم الكائن الحي. طب يجي يقول لي سرعة التفاعل الكيميائي ممكن اختصرها سريعا كده في المخطط او الشكل اللي قدامي ده. بيقول لي سرعة التفاعل الكيميائي في المركبات الأيونية أكبر من سرعة التفاعل الكيميائي في المركبات التساهمية. ليه؟ لأن المركبات الأيونية بيتم فيها التفاعل بين الأيونات وبعضها، أما المركبات التساهمية يصعب أن تتأين، فهيكون التفاعل بين الجزيئات وبعضها. طيب سرعة التفاعل الكيميائي بتقاس بمعدل اختفاء أحد المواد المتفاعلة أو ظهور أحد المواد الناتجة. طب إيه كمان؟ سرعة التفاعل الكيميائي بتتناسب طرديا مع مساحة سطح المادة المتفاعلة. كل ما زادت مساحة السطح كل ما زادت سرعة التفاعل، وتتناسب طرديا برضو مع تركيز المتفاعلات. كل ما زاد تركيز المادة المتفاعلة كل ما زادت سرعة التفاعل الكيميائي، وتتناسب طرديا مع درجة الحرارة. كلما زادت درجة الحرارة زاد عدد سرعة الجزيئات وعدد التصادمات بين الجزيئات، وزادت سرعة التفاعل الكيميائي. طب بيقول لي سرعة التفاعل الكيميائي هتزيد بإضافة عامل حفز موجب. لو حطيت عامل حفز بيزود سرعة التفاعل الكيميائي ساعتها هلاقي السرعة بتزيد. طب سرعة التفاعل الكيميائي بتقل بإضافة عامل حفز سالب، لأن احنا قلنا إن العوامل الحفازة في منها نوع بيزود سرعة التفاعل الكيميائي ونوع تاني بيقلل سرعة التفاعل الكيميائي. لما بحط عامل حفاز يزود السرعة بقول عليه عامل حفز موجب، لما بحط عامل حفاز يقلل سرعة التفاعل الكيميائي بقول عليه عامل حفز سالب.
طب عندي تطبيق تكنولوجي، عندي حاجة ممكن استخدمها في حياتي اليومية اخترعتها من خلال دراستي للعوامل الحفازة وسرعة التفاعل الكيميائي ومساحة سطح المادة المتفاعلة. يا ترى اخترعت ايه؟ بيقول لي عندي حاجة اسمها المحول الحفزي. ايه هو المحول الحفزي ده؟ هو علبة معدنية توجد في السيارات الحديثة لمعالجة الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود قبل طردها. انا عارف ان السيارات وهي ماشية في الشارع بتحرق الوقود او البنزين اللي جواها، وبتبتدي تتصاعد منها غاز ثاني اكسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكربون، وتبتدي تعمل ضرر للبيئه. طب انا عايزه اعالج الموضوع ده واخلي الغازات الناتجه ما تكونش مضره بشكل كبير على البيئه. فبيقول لي ان انا حطيت في السيارات الحديثه حاجه اسمها المحول الحفزي، والمحول الحفزي ده عباره عن علبه معدنيه عشان يعالج الغازات الضاره قبل طردها خارج السياره. طب يا ترى المحول الحفزي ده بيتركب من ايه؟ المحول الحفزي بيتركب من 3 شعب، زي ما احنا شايفين السياره قدامي اهي، انا عندي شعبه اهي وشعبه في النص وشعبه من قدام، فبيتركب من 3 شعب كل منها عباره عن خلايا مصنوعه من الخزف او السيراميك. يبقى الشعب ال3 بتوع المحول الحفزي خلايا مصنوعه من الخزف أو السيراميك تشبه خلايا شمع النحل، بيبقى شكلها أو المصنع عاملها شبه خلية النحل عشان يزود مساحة السطح بتاعها. طيب مطلية بطبقة رقيقة من عامل حفاز. يبقى أنا عندي المحول الحفزي ده مش بس عملته شبه خلية النحل عشان ازود مساحة سطحه، ده انا كمان عملت له طلاء خارجي من عامل حفاز او من مادة حفازة. يبقى انا عملت له طلاء من بره بمادة حفازة عشان ده يساعدني ان التفاعل بتاعي يتم بسرعة جدا قبل ما اطرد الغازات الضارة بره السيارة. طب العامل حفاز زي مين؟ زي البلاتين او الإيريديوم او البلاديوم. يبقى انا عندي العوامل الحفازة اللي بتدخل في صناعة المحول الحفزي هما 3 انواع: البلاتين او الإيريديوم او البلاديوم. تاني، البلاتين او الإيريديوم او البلاديوم. ويتصل المحول الحفزي بأنبوب لطرد غازات عوادم الاحتراق. طب يجي يقول لي ايه اهميته؟ يا ترى مهم؟ طبعا احنا لسه قايلين دلوقتي ان هو حاجه مهمه. بتقوم كل شعبه من الشعب ال3 بمعالجه واحد من الغازات الضاره الناتجه عن احتراق الوقود. كل شعبه من ال3 دول بتعالج غاز من الغازات المضره اللي بتطلع بره السياره. طيب ايه فكرة عمله؟ بيقول لي العوامل الحفازة اللي انا دهنت بيها المحول الحفزي بتزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية المعالجة لغازات الاحتراق. طب الخلايا السيراميكية ليه صنعته من خلايا سيراميكية شبه خلايا الشمع النحل؟ ليه؟ عشان تعمل على زيادة مساحة السطح المعرضة لتيار الغازات المنبعثة عشان ازود مساحة السطح، فبالتالي ازود سرعة التفاعل الكيميائي، وبالتالي احقق اكبر وفر من استخدام المعادن الثمينه. انا عندي العامل الحفاز او الماده اللي انا صنعت منها المحول الحفزي دي ماده ثمينه وغاليه وانا عايزه اوفر فيها، فبالتالي بدل ما اصنعها جزء كده على بعضه، لا ده انا خليتها متفككه ومتقطعه شبه خليه النحل. ده هيوفر لي في الماده الثمينه اللي انا استخدمتها، وكمان هيزود لي سرعه التفاعل سرعه التفاعل الكيميائي عن طريق زياده مساحه سطح الماده المتفاعله. طب يجي يقول لي انا عايزه اشوف حاجه بتحصل في المنزل بتدل على سرعه التفاعل الكيميائي. بيقول لي انا في المنزل بحط بيكربونات الصوديوم في كيس المكنسه الكهربائيه، وبحطه وانا بعمل الترمس او الحمص، وبحطه في الفاصوليا. بحط بيكربونات الصوديوم في حاجات كثيره جدا جدا. بيقول لي ليه بيكربونات الصوديوم بستخدمها كتير جدا في حياتنا اليوميه في المنزل؟ هقول لك الاسباب. اول حاجه، ليه بحط بيكربونات الصوديوم في كيس المكنسه الكهربائيه؟ عشان اتخلص من رائحه التراب اللي بتظهر اثناء التنظيف. يبقى بيكربونات الصوديوم جوه المكنسه بيساعدني اتخلص من ريحه التراب اللي بتنتشر حواليا وانا بنظف. طب ليه بحط بيكربونات صوديوم في الحوض وبصب عليه ميه مغليه؟ عشان لتسليكه وتصريفه بشكل اسرع، لان بيكربونات الصوديوم والميه المغليه بتساعدني على تسليك الاحواض وتصريف الحوض بشكل اسرع. طب ليه بحط ضع قليلا من بيكربونات الصوديوم في قاع سلة المهملات؟ ليه بحط شوية بيكربونات صوديوم في سلة الزبالة من تحت وبعد كده اروح حاطة فوقيها كيس الزبالة؟ لمنع الروائح الكريهة. يبقى بيكربونات الصوديوم بيساعدني ان انا اتخلص من الريحة الكريهة اللي ممكن تطلع من سلة المهملات او القمامة. طب
بيقول لي انقع البقوليات اللي هي الفول والترمس والعدس والفاصوليا، انقع البقوليات في الماء واضف اليه قليلا من بيكربونات الصوديوم. يا ترى بيكربونات الصوديوم بتساعدني وانا بعمل ترمس او فاصوليا؟ عشان تتخلص من الانتفاخ المصاحب لاكل البقوليات. لما بحط بيكربونات الصوديوم على الميه اللي انا نقعت فيها الفاصوليا بيخليني اتخلص من الانتفاخ اللي ممكن يجيلي بعد اكل الفاصوليا. طب بيقول لي بستخدم بيكربونات الصوديوم في تلميع المعادن. ازاي؟ هجيب الادوات الفضيه واحطها في اناء مغطى بورق الالومنيوم. هجيب اناء واحط متغطي بورق الومنيوم وهروح حط عليها ميه مغليه وهضيف بيكربونات الصوديوم، وبعد كده انشفها او انشفها كويس واشطفها بالميه. هلاقي ان الماده بتاعتي المعدنيه بدل ما كانت باهته هتبتدي يعود اليها لمعانها وبرقها مره اخرى. بيقول لي دلك القطع المعدنيه المصنوعه من النحاس او الكروم بقطعه من القماش المبلله بالماء. هجيب حته قماشه وهبلها بميه وهروح غمساها او منزلاها في بيكربونات الصوديوم، واخد حته القماش بكربونات الصوديوم واروح دعك بيها او افرك بيها المعلقه اللي مصنوعه من النيكل او من النحاس او من الفضه. هبص الاقي القطعه المعدنيه بتاعتي ابتدت ترجع الى لمعانها وبريقها مره اخرى بسبب بيكربونات الصوديوم. طب بستخدم بيكربونات الصوديوم في الحديقه ليه؟ لان بيكربونات الصوديوم بتساعدني على التخلص من النمل، بحطه في اماكن خروج النمل بدون اضافات، ومع مرور الوقت والمداومه على الاستخدام بلاحظ اختفاء النمل وبلاقي النمل ابتدى ما يجيش في الحديقه بتاعتي مره اخرى. طيب نيجي نحل اسئله. اول حاجه بيقول لي اكتب المصطلح العلمي. رقم 1 التغير في تركيز المواد المتفاعله والمواد الناتجه من التفاعل في وحده الزمن ده اسمه سرعه التفاعل الكيميائي. سرعه التفاعل الكيميائي. مركبات تفاعلاتها الكيميائية بطيئة حيث تتم بين جزيئاتها اسمها المركبات التساهمية. المركبات التساهمية. بيقول لي مادة كيميائية تغير من معدل التفاعل الكيميائي دون أن تتغير اسمها العامل الحفاز. تفاعلات كيميائية يقوم فيها العامل الحفاز بزيادة سرعتها، طبعا دي اسمها تفاعلات الحفز الموجب. تفاعلات الحفز الموجب تفاعلات يتم فيها إضافة مادة كيميائية تقلل من سرعة التفاعل الكيميائي اسمها تفاعلات الحفز السالب. تفاعلات الحفز السالب. مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تدخل أو تستهلك فيه اسمها العامل الحفاز. العامل الحفاز الذي يقوم بخفض سرعة التفاعل الكيميائي ده اسمه عامل حفز سالب. لكن لو بيزود سرعة التفاعل الكيميائي بقول عليه عامل حفز موجب، بيقلل سرعة التفاعل الكيميائي بقول عليه عامل حفز سالب. مواد كيميائية ينتجها جسم الكائن الحي تعمل كعوامل حفازة تزيد من سرعة التفاعلات البيولوجية أو الحيوية ده اسمه الإنزيمات، عشان ده موجود جوه جسم الكائن الحي عشان كده اسمه الانزيمات. انزيم يوجد في البطاطا يحفز عملية انحلال فوق أكسيد الهيدروجين ده اسمه الأكسيدايز. انزيم الأكسيدايز. علبة معدنية توجد في معظم السيارات الحديثة لمعالجة الغازات الضارة المنبعثة من المحرك اسمها المحول الحفزي. وكده تكون انتهت حلقتنا، وان شاء الله تكونوا اتبسطتوا وفهمتوا الدرس كويس. ولو حد عنده اي سؤال ممكن يكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.